أنا مسجد جامع، قمت بعد الصلاة وقلت اللي علمني يشكر الإمام في الركعة الأولى أعطيه جائزة. الحضور كان كثير في المسجد لكن ولا واحد رفع يده. يا الربع عاد يقوم منا تحايلهم، يا الربع مين بي يا ولد حاول بعضهم يعني نتذكر. يا أخي تونا مصلين، يوم سلم الإمام على طول لقيت الميكروفون، على طول قلت له طلعت التولة قلت سؤال وجائزة. في ناس كانوا بيقومون اجلس استغفر الله استغفر الله استغفر الله عشان ياخذوا الجائزة. يا الربع اشكر الإمام في الركعة الأولى ولا واحد رفع يده. قلت يا الربع خلاص اتركونا من الركعة الأولى، الركعة الثانية أقرب شوي. واشكر الإمام في الركعة الثانية ولا واحد رفع يده. هل يعقل حضور جمع مثل الجمع مبارك يا اخوان يصلون مع الإمام وتو الصلاة منتهية ولا يعقلون من الصلاة شيء؟ يعني ما يعرف من الصلاة شيء، ما يدري ايش قرأ الإمام. آخر شيء حتى اليوم قمت أحرجهم أناظر فيهم، قلت تقولني اختار أطلع واحد، بعضهم ما عاد يناظر فيه يدنك، بعضهم يصد، بعضهم يرخصني بعينه، بعضهم يلتفت ورا عشان يختار هناك. يا الله. آخر شيء في بزر صغير رفع يده قال أنا أستاذ. قلت والله إذا كان ما في إلا أنت اللي يعرف الله يخلف على الجماعة تعال. وجبته وحطيته وعرفته وحطيته عند الميكروفون. قلت يا اخواني معقوله ما يعرف الا هذا الشاب؟ يا الله يا شاب يا حبيب يا طيب علمهم، علم هالحضور اللي ما عقلوا شيء من الصلاه علمهم. وش قرا الامام في الركعه الاولى؟ قرب الولد عند الميكروفون قال قرا الفاتحه. بغيت اعطي واحد على الفاتحه. قلت ايش؟ قال قرا الفاتحه. قلت الفاتحه ركن اللي ما فيها خلاف الا غيرها، عندنا شيء في الرياض يعني ما ادري. قلت معهم ما انت بطيء من ذا الشيبان مع الخيل شقرا. معقوله يا اخواني نصلي؟ والله يا اخوان ان راينا في الصلاه اشياء محسنه، وراينا من يصلي والله ما يعقل من صلاه الشيء. في واحد كان ياكل فصفص، تعرفوا الفصفص؟ في مخباه فصفص، دخل الصلاه وكبر وعاش مع الامام في الفاتحه، بس يوم بدا الامام يقرا دقه الشيطان من مخرج، روح شطح ما عاد يدري هو في مسجد، نسى دخل يده في مخباه لانه يذكر ان كان في مخباه فصفص وحذا فمه. لا والله انا في علبه اللي قدامي، لا والله انا فدانيه، لا والله انا في ثوبه. اللي جنبه شاف خويه رش اللي قدامه استحى قام دقه يعني انتبه، يوم دقه طلع حب وعطاه شو يقول عطني. والله يا اخواني بعيني شفتها، بعيني شفت واحد معنا في الصلاه يوم سلمت واستدرت الا هو قايم ياكل علك. تاكل علك في الصلاه؟ يعني سبحان الله. الان في صلاتنا والله يا اخوان ندخل في الصلاه ونطلع ما عقدنا منها شيء. واحد ازعج جواله في الصلاه قفل اخر شيء يوم طبش زعلان فتح الجوال قال دق بعد شوي في الركعه الاخيره. يا الله. الجوالات والموسيقى والنغمات هذه اللي جاتنا الان، تسمع اغاني، تسمع بامبو سوداني، واحد سوداني جنبي بامبو سوداني شغاله داخل شيء، واحد ثاني اغنيه، واحد ثالث موسيقى، واحد يا اخي سبحان الله ولا يطفون جوالاتهم في الصلاه. جنبي مره واحد جابوا شخصيه طويل عريض لا شفت تقول ذا مهجد حاره كامل. ويوم دخلنا في الصلاه دقت جواله موسيقى. جزاك الله خير. كل هالزحمه بس 4 خطوات. فدقت الموسيقى وجزاه الله خير دخل يده وقفلها. دقت الموسيقى مره ثانيه دخل يده وقفلها. شوي يدق يعني شوف لو طفى جواله كان احسن. شوي الرجال يوم دقت الموسيقى دخل يده يطفي وغز بالغلط السبيكر الميكروفون اللي هي الحرمه المعذبه قصدي. لا والله لا عبد الله وجع عبد الله عمو وش فيك ما ترد. والرجال قاعد يغزز مع الربع دخل يده الثانيه وهي لسانها اطول منها. عبد الله عمو جابك السلام رد وش فيك. الشاهد حرجت عليه هو يغزغز يطفي يدق يغز على صوتها ارقام
شوف اخر شيء الظاهر انه مصعب الطريق عشان تطفي مره واحده. يا اخواني انا جنبه قال كذا ما عاد اقدر ما اتحمل. يوم سلمنا الصلاه التفت عليه لوجه ذا كبرى منحرج. طيب ايش حدك على ذا؟ لو طفيت لو خلصت السياره لو سبحان الله كان عندك 100 باب. شوف ازعجنا بالموسيقى فعاقبه الله عز وجل سلط عليه حرمه. وعاد يوم شوف شخصيه الرجال هذا لا تغرق بعض المظاهر. رجل جبل شخصيه والله تشوفها تدل منها لكن بعضهم ما يقدر. ما شاء الله متاخر سوريا بعد خلنا نفقد. واحد شرى سوريا في الحج وحطه فوق في الخيمه ومساها طقتها الشمس هالايام. في الاخير لقاه واحد جاي يوزعها على الشباب في المخيم في الحج. شوي المطاعم واحد يبغى يروح يطوف خطر السوري والله تخلوا عنه ما شاء الله. لا طيبه هذه من مكة يا شيخ ولا من هنا؟ هذه لها 5 أيام جايبينها. والله أنا هذه ما شاء الله عليها طيبة جدا. نعم مش كنا نتكلم بيه أنا مش جايبني هنا.